إلهي، رجل يعشق الديربيات والمباريات الكبيرة، ولكن ماذا أنت فاعل يا رونالدو اليوم أمام الهلال اللي معروف عنه الاستحواذ ولا شيء غير الاستحواذ والضغط العالي؟ المحاولة موسى ماريكا جميلة، حلوة الكرة الأولى، التهديد الأول عن طريق موسى ماريكا. شوف المحاولة الماضية من جديد، شوف اللقطة الماضية لموسى ماريكا، ولكن نواف العقيدي يتصدى، العقيدي يتصدى الكرة إلى وجود صافرة وخطأ. سلامات إن شاء الله للدون، سلامات إن شاء الله لكريستيانو رونالدو. المواجهة رقم 30 بين الهلال والنصر في دوري المحترفين السعودي. الهلال اللي عنده 14 انتصار مقابل 9 انتصارات للفريق النصراوي. جاء التعادل في 6 مواجهات، آخر مباراة جمعت الفريقين انتهت بالتعادل 2-2 هنالك في الأول بارك. المحاولة تصل، لمسة تبعد الآن من جانب نواف العقيدي، يمشي كرة إلى كاريو، كاريو يتقدم، يعود بالكرة إلى سعود عبد الحميد. كما يعلم الكل بأن الهلال لديه نهائي آسيوي قوي جدا من أمام أوراوا ريدز دايموند الياباني على أرضية هذا الملعب بإذن الله تعالى. المحاولة تعود الآن إلى موسى ماريكا، يلعب الكرة إلى خارج أرضية الميدان، ركنية وضغط أزرق في هذه الأوقات، ضغط هلالي مبكر على الفريق النصراوي. النصر الذي تلقى أول ضربة موجعة بداية الموسم بعد إصابة أوسبينا الحارس الكبير ونجم نادي نابولي الإيطالي سابقا، واستمرت الإصابات لفترات طويلة ما بين تاليسكا وغوستافو وكونان، واخيرا اقاله مدرب الفريق رودي غاسيا. المحاوله ستلعب الان للهلال، الكره لصالح الهلال، الاتحاديون يترصدون من هنالك من جده، يراقبون نمور جده. المحاوله بالراس، الله يا الله على الكره الاولى، كره ومحاوله خطيره جدا، خطيره جدا. موسى ماريكا يلعب الكره، يا إيكالو ما الذي أضعت يا أوديون؟ شوف اللمسة، العقيدي يخلص كرة، نواف العقيدي وإيكالو يضيع الهدف الأول المحقق لصالح الزعيم، يضيع الآن إذن في أول 9 دقائق. الهلال أفضل، المحاولة ترجع للأمام، اللمسة موجودة، ألفارو غونساليس إلى حارس المرمى نواف العقيدي اللي يعتبر نجم الدقائق الماضية والذي تصدى لهدفين محققة لصالح فريق الهلال. الكرة تعود إلى كونان، يعود بالكرة إلى الخلف، لمسة وتمريرة إلى ألفارو غونساليس، ألفارو من جديد إلى نواف العقيدي، العقيدي يلعب كرة إلى ألفارو غونساليس، ألفارو إلى كونان. المحاولة من جانب غريب ذهبت إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمية جانبية. لا يخفى عليكم الكثير من التحديات التي سبقت هذه القمة بين أنصار الفريقين على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتأكيد في كل مكان كان الكثير من الكلام حول هذا الديربي الحاسم، ربما نقول بطولة الدوري، لأن النصر سيلعب اليوم. إذا ما خسر النصر ستزيد حظوظ الفريق الاتحادي اللي سيلعب في هذه الجولة. شوف الكرة الماضية، هذه كرة أودوني قالوا سيلعب الاتحاد في هذه الجولة من أمام فريق التعاون. كرة مستمرة، لمسة تعود إلى كيسلان كونان يتقدم، يعود بالكرة إلى الخلف، استلام كرة موجود إلى لويس غوستافو. المحاولة ترجع من جديد لدى نواف العقيدي يتقدم، يلعب الكرة إلى الناحية اليمنى. النصر سيحاول أن يبادر هو الآخر بالضغط. المحاولة تعود إلى جانغ يونسو، تتخلص من اللاعب الكوري في وسط الميدان، خاطئة. المحاولة ترجع على النصراوية، غريبة أمامية، أيمن يحيى، كريستيانو رونالدو يتعثر، يحاول المرور، والكرة إلى ماذا أشار حكم اللقاء؟ سلامات إن شاء الله، سلامات إن شاء الله. نشوف الآن يبدو لي محمد البريك
يبدو لي محمد البريك يشكو من إصابة. هذا هو كريستيانو رونالدو، 12 مباراة مع النصر في هذا الموسم، سجل 11 هدف. شوف الكرة الماضية ولعب الكرة عن طريق محمد جحفلي، ابعاد الكرة من امام ايمن يحيى في اللقطة الماضية. الجماهير الهلالية تملأ الواجهة، وكذلك الحضور النصراوي الذي يتواجد ايضا في مناطق. سلامات ان شاء الله لجحفلي، بالسلامة ان شاء الله لمحمد جحفلي. النصر القادم من تعادل من امام الفيحاء 0-0 هنالك في المجمع. الهلال الذي خسر مباراة الباطن الأخيرة، قبل ذلك أيضا كان هنالك تعادل مع الطائي، والخسارة في أحد ديربيات الرياض من أمام الشباب ب3 أهداف مقابل لا شيء هنالك في استاد الأمير فيصل بن فهد. سلامات إن شاء الله لمحمد جحفلي، يعود إلى أجواء المباراة. كريستيانو رونالدو أسطورة من أساطير كرة القدم وأعظم هداف في تاريخ الكرة، واللاعب الكبير الغني عن التعريف كريستيانو رونالدو. شوف الكرة الماضية، بالتالي يعود محمد جحفلي إلى أجواء المباراة. لكن ماذا عن النصر بعد إقالة غارسيا؟ هل سيتغير الحال بالنسبة للفريق النصراوي للأحسن، أم أن الأمور ستزداد صعوبة؟ الكل يعلم أن بعض الإقالات تكلف الكثير، وفي أحيان تكون الحل ربما تكون الحل انتشال الفريق وانتعاشه من جديد. هلال اليوم اللي يلعب بدون ضغط عكس النصر المنافس على اللقب، وفوز النصر اليوم سيصل بالعالمي للنقطة رقم 56 ويعدل النقاط مع الاتحاد. نشوف الآن جحفلي، محمد جحفلي سيعود إلى ملعب المباراة. كرة ملعوبة الآن من عبد الله المعيوف بروح رياضية، يعبر في الجناح الأيسر. ميشائيل يحاول، دلغادو يتقدم، يلعب الكرة